فيلمنا بيبدأ مع تشارلي بيبدأ يجمع مجموعة من أصدقائه القدام لعمل خطة لسرقة أكبر خزنة في العالم. بيبدأ بالأول كابتن جاك، خبير في صناعة القنابل وكان في الجيش، لكنه خرج من الخدمة بسبب إن أذنه اليمنى اتطرشت، وجاك بيتعصب جدا لو ذكرت اسم أمه بأي لفظ خارج. بعد كده بيروح تشارلي لأهم واحد خبير فتح خزن في الهند، اسمه تامي، وعنده 50 سنة وساكن في حي هادئ جدا، لكن أمه رغم كبر سنه إلا إنها مطلعة عينه، وتامي بيوافق على طول عشان يهرب بعيدا عن أمه العصبية. بس تامي عنده عيب خطير، مريض بداء الصرع. ونيجي للشخص الثالث وهو روهان، وده أشطر مخترق حاسب، هاكر ولكن من النوع المحترم. ونيجي بقى الرابع واحد واسمه ناندو، وده سكير ومهرج، لكن هو جايبه لسر ما هنعرفه بعدين. بيجمع الأربعة عشان يشرح ازاي هيدخلوا الخزنة اللي موجودة في فندق أطلانتس بدبي. تشارلي عنده خطة محكمة لأنه كان ضمن العاملين في إنشاء الخزنة ويعرف نقط الضعف اللي تدخلهم ليها. أول لما بيعرفوا بيوافقوا على طول لأنه بيفكروا كده الموضوع سهل طبقا للخطة، لكن في كارثة هو ما قالهمش عليها، وهي إن الغرفة اللي في الفندق اللي هيدخلوا منها للخزنة مش بيدخلها غير الفرق الاستعراضية في مسابقة الرقص العالمية. أول لما عرفوا كلهم انسحبوا وقالوا مش هينفع لأنهم مش بيعرفوا يرقصوا، وكمان عشان يشتركوا في المسابقة العالمية لازم يشاركوا الأول في مسابقة على مستوى الهند. بيفهمهم تشارلي إنهم هيتعلموا الرقص، وروهان المخترق في المسابقة هيخترق السيستم بتاع المسابقة ويبعت ليهم كل الأصوات، وبكده يقدروا يسافروا بطريقة قانونية ويروحوا المسابقة في دبي. بيقتنعوا بالكلام وبيجيبوا أكتر من معلم للرقص، لكن بيفشلوا في التعلم لحد لما ناندو بيقترح عليهم إنه يجيب واحدة صاحبته اسمها موهيني عشان تعلمهم الرقص وكمان تشترك معاهم في الفريق، بس مش هيعرفوها إنهم رايحين يسرقوا. بترفض موهيني في الأول، لكن لما تشارلي بيطلب منها بتوافق عشان بتعجب بيه، أصل تشارلي مز بصراحة. بيبدأوا يتعلموا ويروحوا اختبارات القبول في مسابقة الهند. اللجنة مش بيعجبها رأسهم وكانت هترفضهم، لكن هم كانوا ماسكين عليهم فيديوهات فاضحة. أول لما تشارلي بيهددهم بيها وبيهدد بنشرها بيوافقوا على طول إنهم يشتركوا، وبدأت المسابقة، وطبعا مستواهم في الرقص سيء للغاية، لكن روهان بيهكر الأصوات وبيحولها ليهم وبيكسبوا وبيمثلوا كده فريق الهند في مسابقة دبي العالمية. وهنا بتبدأ أول خطوة في عملية السطوة على الخزنة. بيوصلوا دبي، وأول لما بيوصلوا الجمهور الهندي بيرحب بيهم، بس ترحيب من نوع تاني خالص، وبيحدفهم بالطماطم عشان شايفينهم إنهم هيعروا الهند وإنهم مصلحوش للمنافسة. بعد وصولهم للفندق بيعرفوا من إدارة الفندق إن في حفلة مدعوون عليها، واللي منظمها هو مستر جروفر، وده أحد أعضاء لجنة التحكيم، وهو برضه صاحب الخزنة اللي فيها أغلى ماسات في العالم واللي هم رايحين عشان يسرقوها. بيقابلوا جروفر ومش بيبقى حابب وجودهم رغم إنه هندي زيهم، ولما بيروحوا الحفلة بيروحوا من غير ناندو عشان الهدف من وجود ناندو سكير إنه شبه فيكي جروفر ابن صاحب الخزنة، وهو الوحيد اللي يقدر يدخل الخزنة عشان شبهه. بيخططوا إنهم ينفذوا العملية بعد الاستعراض بتاعهم، لكن أثناء الاستعراض تشارلي بينقذ طفل من الفريق الخصم من السقوط والموت المؤكد، وبيرجعوا الغرفة عشان ينفذوا الخطة. لكن بالصدفة فيكي جروفر بيجيله تليفون وبيعرفوا ان الماسات اللي عايزين يسرقوها لسه ما جاتش اصلا. بيغضب تشارلي وبيقول لهم مجهود 8 سنوات راح من التجهيز للخطة، والمفروض ان الماسات هتوصل يوم راس السنة وهو نهائي مسابقة الرأس العالمية. وطبعا تشارلي كان عارف انهم مش هيكسبوا ويصعدوا للنهائي في المسابقة، لكن بفضل الروح الرياضية اللي عملها وأنقذ الولد اللي في الفريق الخصم، اللجنة عملت ليهم استثناء وصعدوا للنهائي. بيقعد تشارلي مع فريقه من غير موهيني عشان يتفقوا على يوم تنفيذ الخطة، لكن موهيني بتسمعه بالصدفة وبتعرف انهم عصابة وعايزين يسرقوا مش الهدف الرأس. لكن تشارلي بيقول لها مش عايزة تعرفي احنا بنعمل كده ليه؟ بيحكي لها الحقيقة وان الهدف من السرقة هو الانتقام من جروفر عشان هو كان السبب في دخول ابو تشارلي السجن، وان ابو تشارلي
هو مصنع خزنة شاليمار، أكبر خزنة في العالم، وإن جروفر بعد ما حبس أبو تشارلي أبوه ما استحملش وانتحر، عشان كده عايز يدمر جروفر ويدخله السجن بتهمة سرقة المسات، لأن محدش يعرف يفتح الخزنة غيره، وهو ما يعرفش نقطة الضعف اللي في الخزنة اللي تشارلي هيدخل منها. هنا موهيني قررت تساعدهم، ويوم التنفيذ زحبت فيكي جروفر زي الجردل وهو رايل عليها بصراحة، وخدته على طول في الأسانسير عشان الرجالة تحضر نفسها وتقوم بتخديره وتاخد بصمة صباعه لناندو عشان يعرف يدخل للخزنة. بيدخل ناندو الخزنة وبيفتح الحيطة لتشارلي، وبعد كده ناندو بيخرج وبيسيب تشارلي وتامي في الخزنة، وبيبدأ تامي بفتح الخزنة، لكن بتجيله نوبة الصرع والوقت بيمر ويقوم منها بعد لما بيعدي دقيقة تقريبا، وبيكمل فتح الخزنة وبيقدر يفتحها على طول. لكن بمجرد دخوله من الخزنة بيتفاجئ تشارلي إن في خزنة زجاجية الرقم السري بتاعها مكون من 6 أحرف، وصديقه بيقول له إن الخزنة دي من صناعة أبوك، ولما كنا بنسأله عنها كان بيقول الخزنة دي محدش يعرف يفتحها غير تشارلي. بيحاول تشارلي فتح الخزنة بوضع اسمه في خانة الحروف، وبتفتح الخزنة وبياخدوا المسات وبيهربوا، وكان المفروض إن موهيني تقابلهم بالخارج عشان يركبوا مركب ويهربوا بيها بالمسات، لكن بترفض إنها تهرب من غير ما تعمل العرض لأنها بتمثل دولة الهند، وبتروح لوحدها. لكن أصدقائها بيفاجئوها إنهم رجعوا عشان يكملوا معاها، وكمان بيكسبوا المسابقة باكتساح رهيب. وبيتقبض على فيكي جروفر وأبوه وهم واخدينه للسجن. بيقول تشارلي لجروفر: أنا ابن منوهار اللي أنت حطيته في السجن. وكده تشارلي أخد حق أبوه وحبس جروفر، وأخد المسات اللي تمنها يساوي 3 مليار دولار. أحيانا الذكاء بيتفوق على القوة، وتقدر تاخد حقك بعقلك مش بعضلاتك. فيلمنا بيخلص لحد هنا. الفيلم اسمه هابي نيو يير. لو عجبك الفيلم ادعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد.